ارفعوا القبعات، انحنوا احتراما، فاليوم لم تكن مجرد مباراة كرة قدم. اليوم كان عرضا منفردا لملك قرر أن يترك عرشه وهو في قمة المجد. محمد صلاح يحطم إيفرتون، يزلزل قلوب الأنفيلد ويترك العالم يتساءل: كيف لليفربول أن يترك هذا السحر يرحل؟ الجارديان: الملك يحكم ميرسيسايد للمرة الأخيرة، هدف صلاح الأسطوري ينهي حقبة بأكملها. ليكيب: صلاح وداعا أيها العبقري، هدف مارادوني في مرمى إيفرتون يثبت أن العمر مجرد رقم. ماركا: صلاح يغادر ليفربول كبطل قومي، البريمير ليج يفقد جوهرته الأغلى. ديفيد مويز مدرب إيفرتون الحالي: لقد واجهت ليفربول لسنوات، لكنني لم أرى لاعبا يمتلك هذه السطوة النفسية. صلاح اليوم دمر خطتي بالكامل بلمحة واحدة. إدارة ليفربول وسلوت يرتكبون جريمة كروية بالتفريط في لاعب هو السيستم بحد ذاته. لقد قتلوا روح الفريق برحيله. ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول: أنا محطم، قلبي مع الجماهير التي بكت اليوم. كنت أظن أن رقمي القياسي هو الأهم، لكن صلاح جعل الأرقام تبدو تافهة أمام سحره. كيف تسمح الإدارة لهذا الأسطورة بالمغادرة وهو لا يزال يصنع الفارق؟ ليفربول بدون صلاح سيبدو جسدا بلا روح. زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسي: شاهدت الهدف الأسطوري اليوم وقلت لنفسي: هذا لاعب يلعب كرة القدم بعقله قبل قدميه. صلاح ليس مجرد هداف، هو فنان. رحيله عن الدوري الإنجليزي هو خسارة لكل من يحب الجمال في هذه اللعبة. سلوت سيعاني كثيرا ليجد من يعوض هذا الذكاء الفطري. تييري هونري غزال الملاعب: يقولون إن لكل بداية نهاية، لكن نهاية صلاح مع ليفربول غير منطقية. هو أفضل لاعب في العالم حاليا في مركزه، واليوم في الديربي أثبت أنه رجل المواعيد الكبرى. لوم إدارة ليفربول واجب، لأنهم فضلوا الحسابات الورقية على المجد الكروي. غضب الأنفيلد وصمت سلوت، المراسل من قلب الملعب: الأجواء هنا لا توصف. الجماهير ترفض مغادرة المدرجات. الهتاف باسم مو صلاح يزلزل جدران الملعب. الغضب يوجه مباشرة نحو آرني سلوت والإدارة. الجميع يتساءل: كيف يمكن لمدرب أن يوافق على تدمير الإرث الذي بناه صلاح؟ النجوم في غرفة الملابس صامتون، يدركون أنهم فقدوا القائد الذي كان يخرجهم من المآزق بلمسة سحرية. رحل صلاح عن الميرسيسايد، لكن هدفه اليوم سيبقى محفورا في ذاكرة إيفرتون قبل ليفربول. وداعا يا ملك، وشكرا لكل مرة جعلت فيها المستحيل ممكنا.